نفسك تتكلم إنجليزي بس مكسوف من الناس؟ خايف تكلم نفسك لا يطلعوك في الآخر مجنون؟ That's it. Say goodbye to these problems. I'm Detective Hugh from LCIA Organization. امبارح وانا بتفرج على الفيلم الامريكي كاستاوي لقيت ان توم هانكس في الفيلم لما اتحبس سنين على جزيرة معزولة لوحده عشان ما ينساش الكلام وما يتجننش خلق شخصية ويلسون. ويلسون ده كورة ممكن تبان لك فكرة خيالية، جايز تكون ساعدته شوية في الجانب النفسي، بس كانت هي برضه وده اللي يعنيني هنا المنقذ اللغوي بتاعه. والأبحاث العلمية بتؤكد وجود مجسم قدامك وانت بتتكلم بيكسر حاجز الانكزايتي ويقلل التوتر بنسبة 40%، لأن مخك بيتعامل معاه كمستمع حقيقي مش مجرد خيال، وده بيثبت المعلومة أسرع بكتير من التفكير الصامت. وبما إن دلوقتي عايش حالة من العزلة ومحتاج أمارس الإنجليش بتاعي عشان ما يصديش، قررت أجرب حوار ويلسون ده. بصراحة الفكرة ابتدت تحلالي وما ضيعتش وقت كتير. ادي الكورة، هف شوية التراب دول، تمام كده. Ladies and gentlemen, meet فرغلي. فرغلي البراكتس بارتنر الجديد بتاعي. فرغلي ما بيحكمش على حد، ما بيصححش غلطاتك بملل، واهم من ده كله انه موجود معاك في كل مكان.